ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هقول لكم وصفه حلوه قوي، قنبله نضاره وازاله تجاعيد. فعلا وصفه حلوه جدا. اصلا يعني افضل وصفات للنضاره وللتجاعيد هي الوصفات الطبيعيه. اما الفيلر والحاجات الكريمات الكيميائيه دي مع الوقت بتضر البشره، مش بتنفعها خالص. فماسك النهارده ده هينفعك جدا لو واظبتي عليه. بس قبل ما ابدا في الوصفه بتاعتي، انزلوا اشتركوا في القناه ودوسوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد. اول مكون معايا وهو الجزر. الجزر ده تحفه للبشره، بيدي نضاره. بيدي نضاره عاليه جدا. بيساعد على ازاله التجاعيد، مليان فيتامينات، تحفه للبشره. وكمان هو بيدخل في مشروبات كتيره زي مشروب الريتينول. مشروبات طبيعيه حلوه قوي. اول حاجه الجزر ده هنعمل فيه، انا مقطعاه ودلوقتي انا هسلقه كويس قوي، وهاخده بشويه الميه بتاعته. بعد ما اسلقه هضربه في الكبه كويس قوي. سلقته وهرسته، سيبته لحد ما يبرد. لازم تسيبوه لحد ما يبرد، ماشي. تاني بقى مكون معايا، وده تحفه في ازاله التجاعيد والنضاره. يعني المكونين مع بعض هيبقوا حاجه تحفه، هيعجبكم جدا. تاني مكون معايا هو زيت لبان الذكر. انا الزيت ده مش بستغنى عنه، تحفه للبشره. او لو مش عندك الزيت، تقدري تجيبي لبان الذكر وتنقعيه طول الليل وتاخدي المنقوع بتاعه عادي جدا. يعني لو مش متوفر الزيت، البديل بتاعه هو منقوع لبان الذكر في اي وصفه. دلوقتي هبدا احط 1 2 3 4 او 5 نقط، ماشي. وتبدأي تحطي الخليط ده على بشرتك، وحوالين العين. تحطي الخليط ده على بشرتك لمدة ربع ساعة. استخدميه 3 مرات في الأسبوع، واظبي على الماسك ده هيبقى صديقك كده طول العمر، بالنضارة والترطيب اللي انت هتشوفيه. تحفة. دلوقتي انا هطبقه على بشرتي واسيبه ربع ساعة. حطيته، هسيبه بقى لمدة ربع ساعة وهغسل البشرة بتاعتي. بصوا، بيدي تفتيح وترطيب حلو جدا. بصوا اصلا البشرة بتلمع ازاي، يعني بيدي ترطيب حلو قوي. جربوه بجد، هيعجبكم جدا. ومش تنسوا تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك. مع السلامة.